بتبدأ حكايتنا مع ميكامي، راجل عادي في منتصف الثلاثينات عايش حياة روتينية مملة ما فيهاش أي إثارة. وفي يوم من الأيام بيطلع يقابل صاحبه في الشغل تامورا، لكن فجأة بيتعرض للطعن وهو بيحاول ينقذه. في اللحظة دي بيقع على الأرض وبيبدأ ينزف بشدة، وفجأة بيسمع صوت غامض بيسجل آخر كلماته وبيحولها لمهارات خاصة زي ألعاب الفيديو بالظبط. وبيفضل ميكامي على الوضع ده لحد ما بيفقد وعيه وبيموت. لكن المفاجأة إنه بيفوق على حاجة غريبة وبيكتشف إنه ما ماتش لكنه انتقل لعالم تاني. لكن بسرعة بيحس إن في حاجة غلط، مش قادر يتحرك عادي ومش حاسس بجسمه. وبعد شوية بيكتشف إنه اتولد من جديد بس على هيئة سلايم. في الأول بيتضايق لأنه بقى سلايم بعد ما كان بني آدم وسيم، لكن ما بيلاقيش حل قدامه غير إنه يتقبل الوضع الجديد وبيبدأ يتعود على شكل الجديد. وبيتجول داخل الكهف الكبير اللي لقى نفسه فيه. ومع مرور الوقت بيكتشف إنه بيقدر ياكل النباتات، وكمان مش محتاج ينام أو ياكل عشان يفضل عايش، لكنه بياكل النباتات لمجرد إنه مش لاقي حاجة تانية يعملها. وبيبدأ يسأل نفسه الأكل اللي بيبلعه ده بيروح فين، خصوصا إنه ما عندوش معدة. وفجأة بيجيله رد من نظام آلي جواه بيقوله إن الأكل بيتخزن في مهارته الفريدة المفترس. وقتها ميكامي بيتذكر الصوت ده كان سمعه لما كان بيموت في العالم الحقيقي، فبيسأل النظام انت مين بالظبط، فبيرد عليه النظام انه اتكون جواه بسبب مهارة خاصة. فبيبدأ ميكامي يستوعب اللي بيحصل وبيسأل النظام عن مهارة المفترس، فبيشرح له النظام انها بتخليه يهضم اي حاجة وياخد منها قدراتها، وكمان يقدر يحللها ويستخدمها زي ما هو عايز. فبيلاقي ميكامي ان الموضوع معقد شوية، لكنه بيعرف ان المهارة دي قوية جدا. وبيستغرب ازاي سلايم ضعيف زيه عنده قدرة مذهلة زي دي، لكن في النهاية بيقرر يستخدمها لصالحه بما انها بقت جزء منه. وبيبدأ يجرب المهارة على النباتات اللي اكلها، وفعلا بيقدر يحللها. وبيكتشف ان الاعشاب اللي اكلها اسمها اعشاب الهيبوكتي، ودي نباتات نادرة جدا مليانة طاقة سحرية وبتستخدم في صناعة الجرعات السحرية والمراهم الطبية. وقتها بياخد قرار انه يحول كل النباتات اللي كلها لجرعات سحرية ويخزنها جواها عشان يستخدمها لو احتاجها بعدين. وبما انه ما عندوش حاجة تانية يعملها بيبدأ يصنع كميات ضخمة من الجرعات. بس بعد كده بيسيطر عليه الفضول انه يجرب استخدام المهارة على عناصر جديدة، فبيسأل النظام عن الصخور اللامعة اللي في الكهف وهل ليها قيمة هي كمان ولا لا. فبيرد عليه النظام ان الحجر ده اسمه معدن الحجر السحري، وهو معدن مليان بالطاقة السحرية وعشان كده قيمته عالية جدا. فبيتحمس ميكامي في اللحظة دي وبيقرر يلتهم الحجارة دي كمان وبيحللها. وبيبدأ في التهام جميع النباتات والأحجار السحرية اللي في الكهف. وبيفضل الحماس واخده لغاية ما بيقع في أسفل البحيرة، وبيخاف في البداية لحسن يغرق ويموت لأن السلايم مش بيطفو على الماء فأكيد هيتخنق ويموت. بس بيفتكر بعدها إنه ما عادش إنسان وإنه ما بيتنفسش أصلا. وبيفضل يفكر في حل عشان يقدر يطلع من المية لغاية ما بيستغل مهارة دفع ضغط الماء وبيجري بسرعة كبيرة على الماء وبينجح في الخروج من البحيرة. فبيلاقي نفسه بعد كده قدام حاجز سحري، وفي اللحظة دي بينده عليه صوت غامض تاني وبيسأله لو سمعه أو لا. فبيبص ميكامي في كل مكان حواليه بس ما بيلاقيش حاجة، فبيتجاهل الصوت بس بيزعق له الصوت وبيقول له أنا عارف إنك سامعني، رد عليا بسرعة. فبيتخانق ميكامي مع الصوت ده في الأول لأنه مش شايفه ولا عارف يتواصل معاه بما إنه في هيئة السلايم. فبيتعصب صاحب الصوت وبنعرف إنه تنين عملاق مخيف وبيزقر بقوة لدرجة إن الكهف بيهتز. فبيترعب ميكامي جدا وبيقول له التنين أنا كنت عاوز أبقى لطيف معاك بما إني أول مرة أشوف زائر في المكان ده من زمان، بس أنت شكلك وقح وعايز تموت. فبيخاف ميكامي جدا وبيعتذر على طول وبيقول له إنه ما كانش يعرف إنه بيقدر يسمع الأفكار، وبيفهمه إنه مجرد سلايم ما عندوش لا عينين ولا فم. فبيضحك التنين بشدة وبيقول له أنت عجبتني يا ولد بسبب جرأتك دي، وبيقرر يمنحه عينين عشان يشوف بيها. فبيندهش ميكامي وبيتحمس جدا، بس طبعا بيحط التنين شروطه. فبيسأله ميكامي عن طبيعة الشروط دي قبل ما يوافق عليها. فبيطمنه التنين إنها شروط بسيطة جدا، وهي إنه ما يخافش منه لما يقدر يشوفه ويجيله كل فترة عشان يتكلم معاه شوية، وهي دي كل الشروط. فبيستغرب ميكامي الشروط بس بيوافق لأنها حاجات بسيطة ومش هتضره في حاجة. وبيفهمه التنين إنه تم ختمه في الحاجز السحري ده من أكتر من 300 سنة، ومن ساعتها وهو محبوس هنا وبيشعر بالملل بما إنه ما بيقابلش حد ولا بيعمل أي حاجة. وبيسأل التنين ميكامي لو بيعرف يستخدم مهارة حس السحر، فبيرد عليه إنه للأسف ما بيعرفش يستخدمها. فبيقول له التنين إنه لو قدر يستخدم المهارة دي هيقدر يحس بوجود الجزيئات السحرية وبكده هيقدر يشوف عادي. فبيقرر ميكامي يجرب استخدام المهارة وبيحاول بكل طاقته الممكنة، وبتبدأ الفكرة تنجح. فبيكتسب ميكامي مهارة حس السحر وبيسأل النظام ميكامي لو حابب يستخدم المهارة، فبيوافق على طول. وفي اللحظة دي بيكتسب ميكامي حاسة البصر وبيبقى سعيد جدا لأنه قدر يشوف الحياة من حوالي تاني، وبيجري يشوف شكله في المية فبيتأكد تماما إنه سلايم فعلا. وبينده عليه التنين بعد كده، فبيروح ميكامي عشان يشكره وبيبص عليه فبينصدم إنه تنين ضخم وقوي جدا، وبيعرفه
التنين بعد كده بنفسه وبيقول له انا تنين العاصفة فيريدورا، واحد من التنانين الحقيقيين الوحيدين الاربعة الموجودين في العالم. وبيفكر التنين ميكامي بوعده وهو انه هيجيله دايما عشان يتكلم معاه شوية كل يوم، فبيطمنه ميكامي انه اكيد هيلتزم بالوعد وانه مش خايف منه خالص، وبيكون عاوز يخلع منه على طول بسبب رعبه. بس بيوقفه التنين وبيقول له انت فيك حاجة غريبة، في الطبيعي انت المفروض سلايم، يعني وحش منخفض الرتبة ما بتقدرش تفكر نهائي، فازاي بتمتلك وعي ذاتي؟ انت نوع مميز وفريد مش كده؟ فبيستغرب ميكامي كلامه وبيقول له يعني ايه وحش فريد؟ فبيفهمه التنين ان وحش فريد يعني بيمتلك قدرات استثنائية بتميزه عن باقي جنسه. فبيشرح له ميكامي الوضع وانه في الاصل كان بشري بس تم طعنه ومات في حادث مؤسف، ولما استيقظ لقى نفسه في العالم ده على هيئة سلايم. فبيفهم التنين حالته وبيفهم ميكامي انه مش الوحيد اللي جه للعالم بنفس الطريقة دي، وان اللي زيه بيطلق عليهم العابرون من العالم الاخر، وبيوضح له انهم بيكتسبوا قدرات خاصة وفريدة لما بيجوا للعالم. فبيستوعب ميكامي انه حصل على كل المهارات دي لانه عبر للعالم الجديد، وبيكون متحمس لمقابلة ناس تانيين ويا ريت لو كانوا يابانيين زيه. فبيتفاجئ التنين وبيقول له انت هتمشي دلوقتي؟ فبيلاحظ ميكامي انه حزين فبيقرر يفضل معاه لفترة اطول. فبيفرح التنين جدا وبيسأله ميكامي عن سبب ختمه هنا، فبيشرح له انه من 300 سنة حول بلدة كاملة الرماد بالغلط، فظهر له بشري قوي جدا لكنه استهان بيه وخسر المعركة. فبيندهش ميكامي من خسارته رغم قوته، فبيرد عليه ان البشري ده كان قوي جدا والبشر كانوا بيسموه البطلة، اما البطلة فكانت بتسمي نفسها المستدعاة. وبيوضح له ان المستدعيين بيتم جلبهم من عالم تاني للعالم ده زي ما هم في هيئتهم الطبيعية، وبيتكلموا شوية عن العالم الجديد. فبيبدأ ميكامي يرتاح له وبيقرروا يكونوا اصدقاء. ومع الوقت بيفكر ميكامي والتنين في طريقة عشان يخلصوه من الختم اللي حطته عليه البطلة، وبيقول له ميكامي انه حزين دلوقتي لما عرف ان صديقه الوحيد في العالم الجديد سجين في الختم السحري من 300 سنة. فبيرد عليه التنين انه مقدر مشاعره دي ويا ريت لو يلاقي طريقة يقدر يطلعه بيها من المكان، بس في الواقع التنين هيموت كده كده بعد 100 سنة كمان بما ان طاقته السحرية قربت تخلص. فبيتضايق ميكامي عشان التنين هيموت بعد كل السنين اللي فضل محبوس فيها، وبتجيله فكرة في اللحظة دي فبيجربها وهي التهام السجن بمهارة المفترس، بس للأسف بتفشل التجربة. فبيقول له التنين انه جرب حاجات كتير من اول يوم اتحبس فيه بس كل الطرق بتفشل برضه. فبيسأل ميكامي النظام لو في طريقة يقدر يحرر بيها التنين، فبيرد عليه النظام انه لو قدر يحلل السجن من الداخل والخارج فممكن كده يقدر يزيله. فبيرد عليه التنين انها فكرة عظيمة بس للأسف هو ما يعرفش يحلل السجن من الداخل لان مهاراته مختومة جواه بسبب السجن السحري اللي هو فيه. فبيقترح عليه ميكامي يديله البيانات بس وهو هيحلله من الخارج. فبيوافق التنين وبينبهه ان ده هياخد وقت كبير منهم، وبيسأله لو فعلا عاوز يفضل هنا كل الفترة دي. فبيقول له ميكامي ان فعلا الخطة دي مش هتنفع لانه عاوز يمشي عشان يدور على ناس من نفس بلده اليابان. وبيقترح عليه فكرة غريبة شوية وهي انه يدخله في معدته عشان يقدر يحافظ عليه اطول فترة ممكنة معاه بدل ما يموت بعد نفاذ السحر اللي معاه. فبتعجب التنين الفكرة جدا وبيطلب من ميكامي ينفذها على طول، وبيتفق الاتنين على الفكرة. وبيبقى لسه ميكامي هيلتهم التنين والسجن، فبيوقفوا التنين وبيقول له ان في حاجة مهمة لازم يعملوها الاول وهي انهم يمنحوه اسم الاول. فبتعجب ميكامي الفكرة وبيسميه التنين ريمورو، وبيسمي ريمورو التنين تمبست، وبيبقى الاتنين سعداء باسمائهم الجديدة. وبيتم ترقية ريمورو على طول اول ما بيحصل على اسمه الجديد، وبينفذ ريمورو الفكرة بتاعتهم على طول. وبيبتلع التنين بالسجن بتاعه وبيسأل النظام ريمورو لو عاوز يحلل مهارة السجن غير المحدود على طول، فبيوافق ريمورو طبعا. وبينتقل بينا المشهد بعد كده لمملكة بروموند واللي بتبقى قريبة من الكهف اللي فيه التنين وريمورو، وبنشوف البارون وهو بيتكلم مع رئيس نقابة المغامرين وبيسأله لو سمع عن تنين العاصفة قبل كده. فبيرد عليه الرئيس ايوه اكيد، وبيسأله البارون عن الاجراءات اللي النقابة ناوية تاخدها عشان التنين العظيم. فبيرد عليه الرئيس ان مفيش حاجة معينة وانهم هيكملوا مهامهم اليومية عادي. فبينصدم البارون وبيقول له ازاي يعني اختفاء التنين ممكن يحفز باقي الوحوش والكائنات السحرية ويخليهم يهجموا على المملكة، وبيبقوا قلقانين في نفس الوقت من عبور قوات الامبراطورية لحدود الغابة لانهم لو عدوا فاكيد هيسيطروا عليها في لمح البصر. فبيحاول الرئيس يهدي الوضع وبيسأل البارون لو نام امبارح كويس لان الارهاق باين عليه جدا، وبيقول له ما تقلقش انا هتحرى عن الوضع بصورة شخصية وده لاننا اصدقاء قدامى مش اكتر. فبيطمن البارون شوية وبيشكر الرئيس على المساعدة. وبنرجع تاني لريمورو في الكهف بعد مرور عدة ايام، وكان بيلف في كل مكان في الكهف عشان يلاقي مخرج بس من غير فايدة، وفي نفس الوقت بيبتلع كل حاجة بتقابله وبيكتسب اكبر عدد من المهارات الممكنة اللي ممكن يحتاجها. بس فجأة بيظهر له تعبان ضخم جدا ومخيف، وبيبقى ريمورو قلقان جدا ومش عارف يهرب منه ازاي، بس بيستجمع شجاعته بعد كده وبيفتكر انه كان قدامه التنين من فترة وما كانش
كانش خايف منه خالص. فبيستجمع ريمورو شجاعته في اللحظة دي وبيهجم بكل قوته على التعبان بهجوم نصل الماء وبيقطع راسه في ثواني. فبيندهش ريمورو من قوة التقنية المدهشة بتاعته وإنها أقوى بكتير من تخيلاته، وبيفكر بعد كده في التهام التعبان عن طريق مهارة الافتراس عشان يقدر يحلله ويكتسب مهارات جديدة. فبيلتهم ريمورو التعبان على طول وبيقشعر جسمه في البداية بسبب مذاقه المقرف، بس بيطير من الفرح بعد كده بسبب المهارات الرائعة اللي اكتسبها زي النفخة السامة والإحساس بمصدر الحرارة، ده غير إنه يقدر يقلد شكل الثعبان الأسود كمان. وبيكمل ريمورو تجوله في الكهف عشان يكتسب مهارات مفيدة أكتر، وبيهجم على كل الوحوش اللي بتقابله داخل الغابة وبيهزمها وبيلتهمها كلها، وبكده بيكتسب العديد من المهارات الجديدة المدهشة من جميع الكائنات اللي التهمها. وفي الآخر بعد التجول في الكهف الأسابيع بيقدر يوصل ريمورو أخيرا لباب الكهف وهو المخرج الوحيد الموجود. فبيفكر لو ينفع يدمر الباب بمهارة نصل الماء، بس فجأة الباب بيفتح وبيلاقي مجموعة من المغامرين داخلين المكان. فبيستخبى ريمورو على طول، وبتبقى دي أول مرة يشوف فيها بشر في العالم ده، وساعتها ما كانش عارف السبب اللي خلى البشر يجوا مكان زي ده، بس الأكيد إنهم مغامرين. وبيفكر ريمورو في الظهور قدامهم، بس بيفتكر إنه سلايم ولو ظهر قدامهم هيشوفوه على إنه وحش وهيقضوا عليه على طول. وبيستنى ريمورو لغاية ما بيدخل المغامرين داخل الكهف، فبيستغل الفرصة وبيهرب على طول لبره. وبيبقى ريمورو مندهش من منظر الطبيعة في الخارج، والسعادة بتملاه لأنه بقى حر أخيرا بعد ما كان محبوس في الكهف. بس بيظهر قدامه فجأة وهو بيتجول في الغابة مجموعة من العفاريت الأقزام اللي بيبان عليهم التوتر الشديد والخوف من ريمورو. فبيسأله قائد الأقزام وبيقول له سيدي أنت محتاج حاجة مننا؟ فبيستغرب ريمورو إنهم بيدعوه بالسيد القوي، فبيعرفهم ريمورو بنفسه وبيقول لهم إنه مجرد سلايم. فبيخاف منه الأقزام جدا وبيقولوا له إنهم عارفين مقدار قوته السحرية العظيمة. فبيسألهم ريمورو هم محتاجين إيه منه، فبيرد عليه القائد إنهم شعروا بوجود كائن سحري قوي عشان كده جم عشان يتأكدوا لو في خطر عليهم. فبيرد عليهم ريمورو إنه مش حاسس بأي حاجة من اللي بيقولوا عليها دي. فبيقول له القائد أنت أكيد بتهزر، حتى لو ظهرت قدامنا بالمظهر الضعيف ده فاحنا حاسين برضه بقوتك المدهشة. وبيطلبوا بعد كده منه يساعدهم في حماية قريتهم، وبياخدوه للقرية وبيعرفوه على الزعيم بتاعهم، وبيفهموا إنه بعد اختفاء التنين العظيم بدأت الوحوش القوية في المجيء للغابة للسيطرة عليها. وساعتها ظهر قطيع من الذئاب القوية اللي بتحاول تقضي عليهم وتسيطر على أرضهم. وفي اللحظة دي بتوصل فعلا الذئاب لقرية العفاريت، فبيخاف الجميع وبيسيطر عليهم الهلع. وبيفكر جميع أهل القرية في الهرب لكنهم بيبقوا مش عارفين يهربوا فين. فبيطمنهم ريمورو وبيقول لهم إن مفيش داعي للخوف لأنه هيهزم الذئاب بنفسه. فبيطير العفاريت من الفرح وبيشكروا ريمورو على مساعدتهم، وبكده بيبقى ريمورو هو زعيم العفاريت من اللحظة دي. وبيستعد ريمورو للقتال مع الذئاب وبيدور في العفاريت على اللي يقدر يقاتل، بس بينصدم لما بيلاقي إن عدد قليل منهم بس هو اللي يقدر يقاتل لأن معظمهم بيبقى ضعيف الجسد وفي حالة صعبة جدا. بس بيحاول ريمورو يشجعهم ويحسسهم بأهمية الموقف اللي هم فيه، وبيقول لهم المهم إنهم يركزوا في إعطاء أفضل ما عندهم في المعركة دي، وبيطلب منهم ياخدوا المكان الجرحى من أفراد القبيلة. فبيروح ريمورو مع رئيس القرية لخيمة الجرحى، فبيلاقي إن في عدد كبير منهم وحالتهم كلهم خطيرة جدا لدرجة إن كبير القرية بيبقى فاقد الأمل من علاجهم، وبيقول له إنهم عملوا كل اللي يقدروا عليه عشان ينقذوهم بس من غير أي فايدة. فبيفحص ريمورو الجرح بتاع الجرحى بنفسه، فبيلاقي إن آثار مخالب الذئاب دخلت في جسمهم بطريقة فوق المتوقعة. وفي اللحظة دي بتيجي فكرة في دماغ ريمورو وبيدخل واحد من الجرحى جواه عشان يعالجه، وفعلا لما بيطلعه بيرجع سليم ولا كأن في أي حاجة. فبيندهش كبير القرية والجميع وبيتحمسوا وبيجربوا التجربة دي على باقي المصابين، وبيبدأ يعالج المصابين بجرعات العلاج اللي داخل جسمه، وبينجح في الآخر في إنقاذهم جميعا. فبيشكروا أهل القرية وبيطلب منهم يساعدوه في إنشاء سياج كبير حوالين القرية. وفي المساء بنلاقي قطيع الذئاب بيستعد للهجوم على قرية العفاريت، وده لأن قوة التنين اختفت، وبكده يقدروا يعملوا كل اللي هم عايزينه. وبيقول قائد الذئاب للقطيع إن النهارده هو اليوم الموعود اللي هيدمروا فيه قرية العفاريت تماما. فبيتحمس جميع أفراد القطيع وبينطلقوا بسرعة للهجوم على القرية، بس بيندهشوا أول ما بيوصلوا للقرية بسبب وجود سياج حوالين القرية من جميع الاتجاهات. بس بيلاحظ ابن القائد وجود ريمورو قدام السياج مستنيهم، فبيستغرب قائد الذئاب من وجود سلايم بيتحداهم، وبيقول لهم ريمورو إنهم لو ما تراجعوش هيضطر يقضي عليهم. فبيزعق القائد وبيقول له أنت إزاي تجرؤ تأمرنا وإحنا قطيع الذئاب الجائعة؟ وبيأمر القائد الذئاب بالهجوم على القرية وتدميرها هي والسياج. وفي اللحظة اللي بتقرب فيها الذئاب من السياج بيطلق عليهم العفاريت السهام وبينجحوا في القضاء عليهم، ده غير وجود خيوط الفولاذ اللي بتصيب الذئاب أول ما بيقربوا منها وبتقضي عليهم. فبيتعصب قائد الذئاب لما بيعرف إن الخيوط دي من صنع ريمورو، وبيهجم القائد بكل قوة وسرعة على ريمورو وهو مش مدرك مدى قوته. وفي اللحظة اللي خلاص هينقض فيها القائد على ريمورو بيمسكوا ريمورو بخيوطه اللاصقة اللي حطها كفخ. وفي اللحظة اللي بيقاوم فيها القائد عشان يحرر نفسه ويقضي على ريمورو
بيجهز ريمورو مهارة نصل الماء وبيطير راس القائد، فبينصدم ابن القائد وباقي الذئاب من اللي بيحصل وان زعيمهم مات، وبينده عليهم ريمورو وبيقول لهم ان دلوقتي قدامهم خيار من اتنين، اما يستسلموا او يموتوا. وبيبقى ريمورو خايف من فكرة انهم يستمروا في القتال عشان ينتقموا لقائدهم، وساعتها هيبقى الوضع صعب لو هجموا عليه مرة واحدة، وبيفكر في طريقة يخوفهم بيها، فبيفعل مهارة المفترس وبيلتهم القائد بتاعهم وبيحلله قدامهم. وبيكتسب ريمورو عدة مهارات جديدة زي التواصل الفكري والتهديد وحاسة الشم القوية، وبيتحول ريمورو بعد كده لشكل قائد الذئاب، فبيندهش جميع افراد القطيع من المنظر اللي شايفينه، حتى العفاريت بيبقوا مش